واحنا ليه يا جدعان كجمهور مصري العشم بقى قاتلنا في كل اللعيبه؟ يعني انا كجمهور مثلا ليه العشم يقتلني ان في لعيب مثلا انا جبته سواء محترف او لعيب مصري هيقعد معايا طول العمر، او حتى لعيب طلع من الناشئين من عندي؟ مفيش الكلام ده وما بقاش فيه المنطق ده الا في عدد معين من اللعيبه او عدد قليل قوي من اللعيبه اللي ممكن يعمل معاك القصه دي. غير كده انت بقيت في زمن احتراف يا معلم، زمن احتراف. يعني اللاعب لو جاله عرض كويس وهياخد فلوس اكتر منه، حتى لو العرض ده مش هياخد، يعني الفرقه اللي هو رايحها دي مش هياخد معاها بطولات، هو مش هيفرق معاه. هو المهم معاه الفلوس، الفلوس وبس. المصلحة المادية بقت طاغية في الكورة. فانت ما تتعشمش في لعيب، ما تتعشمش في لعيب لدرجة ان انت بعد ما اللعيب مثلا يجيله عرض واللعيب يطلب ان هو يمشي، ان انت تقعد تشتم فيه او تقعد تغلط فيه. لا، ما فيش حاجة اسمها غلط وما فيش حاجة اسمها شتيمة في الكورة. واحترم كل الناس واحترم كل اللعيبة. اللعيب ده زي ما جالك زي ما هيجي في يوم من الايام وهيمشي. فانت شتمتك فيه او غلطك فيه مش هيفيد بحاجة. فانت ما تغلطش في حد، ما تشيلش نفسك ذنوب على الفاضي. اللعيب جاي له عرض كويس وهو شايف ان هو من مصلحته ان هو يمشي، مع الف سلامة. بس انت لسه في عقدك معايا لعند 2029، فلما يجي العرض المناسب اللي انا اطلبه واللي انا احدده، ساعتها هقدر ان انا اوافق ان انت تمشي. انا ما عنديش اي مشكلة. لما الاهلي قعد مع وسام قال له لا العرض ده مش مناسب بالنسبة لي، وانا التارجت بتاعي ان انا اجيب فيك 10 مليون دولار، فانت هات لي العرض ده وانا اقول لك مع السلامة واديك الاستغنى بتاعتك. غير كده انا مش هبيعك. وده من حق النادي الاهلي على فكره ومن حق ادارته ان انا اقدر استفاد من اللاعب نفسه، لان انا اللي نجمتك وانا اللي خليت الناس دي تبص لك اصلا. فهو كوسام هو جاي لك لاعب محترف، حط تحت كلمه محترف دي 100 خط. لاعب محترف يعني جاي لك عشان يتنجم، جاي فرقه كبيره عارف ان هي بتلعب في بطولات كبيره عشان يظهر للناس ويظهر للفرق التانية عشان بعد كده يجيب عرض كويس ويمشي. هو اللاعب مستمر معاك لعند 2029 بس عامل حسابه ان هو هيجيب فلوس ويمشي. طيب الفلوس دي مش مناسبة مع النادي؟ خلاص، مناسبة مع النادي يا عم انا موافق مع مليون سلامة. وانت قدمت كل اللي عندك معايا، فشكرا على الفترة اللي انت قضيتها معايا ومع الف سلامة. بس هو ده المنطق وهو ده الاحتراف. مفيش لعيب يقعد معاك طول العمر. وبالنسبة لقصة حمدي فتحي برضه نفس الحوار، سواء راح بيراميدز او ما راحش. انا حمدي فتحي ده انا مش محتكره، ده لاعب انا بعته واستفدت منه واستفدت منه حتى وهو معايا في الفرقه. فكون ان هو يروح بيراميدز يروح زمالك هو حر. انا التارجت بتاعي في وسام 10 مليون، هات لي ال 10 مليون وهقول لك مع السلامه. بس الموضوع سهل وبسيط جدا وما فيهوش اي تعقيد. بس لازم الجمهور يفهم ان هو لازم يقلل من حته العاطفه. مفيش عاطفه مع اللاعب. انا بشجع النادي وهفضل مساند للنادي طول عمري.